السلام عليكم. أنا عايز أتكلم معاكم عن نقطة مهمة جدا. شرط من الشروط اللازمة لشراء عقار في تركيا بالنسبة للأجانب، من غيره ما تعرفش تشتري عقار في تركيا. اللي هو إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنك بعد ما تشوف الشقة والشقة تعجبك وكل حاجة، لازم تجيبوا شركة التقييم اللي هي تابعة للحكومة. ليه بقى؟ علشان لما شركة التقييم بتيجي بتخش الشقة، بتصور الشقة، بتشوف الطابو، وبعد ما بتصور الشقة وبتكتب التفاصيل وبتروح البلدية، وبتروح يعني كل حاجة، أصل الشقة من زمان وأصل العمارة، لو الشقة فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة. مشاكل زي إيه مثلا في الشقة؟ مثلا لو الشقة عندها دين بيتكتب، في مشاكل في العمارة بتتكتب، العمارة عليها حاجات مثلا مش متوفية كل الأوراق اللي كانت الحكومة طلبها منها، بتتكتب. احكي لكم على حاجه حصلت مع واحد بيحكي لي من الناس اللي بيشتروا الشقق. قال لي يا علي، انا شفت شقه عجبتني جدا. الشقه ديت في السوق ب80,000 دولار، بس قعدت افاصل مع المالك وصلتها ل65,000 دولار علشان المالك كان محتاج فلوس. فاتبسطت جدا. قال لي يا علي، الراجل طالب مني عربون. العربون كام يعني؟ طالب منك العربون كام؟ قال لي طالب مني نص تمن الشقة. قال لي علشان يعني لو حد جه تاني بدالي يقول له خلاص الشقة أنا خدت العربون. فإيه رأيك يا علي، أدفع له نص تمن الشقة كعربون دلوقتي؟ قلت له استنى، قول له أنا عايز أجيب شركة التقييم الأول وتشوف الشقة وكده. خلاص ماشي، أنا بس بحكي لكم التفاصيل بالظبط. طيب الراجل قال له طيب دلوقتي انت هتجيب شركة التقييم، طب الاصل انا عايز عربون. راح الراجل اداله كام؟ 1000 دولار. وطبعا بعتها عن طريق البنك، وكتب ايه ديت الشقة دي عربون للشقة ديت. والراجل صاحب الشقة صراحة امين، قال لو حصل مشكلة في الشقة، يعني لو شركة التقييم قالت في مشكلة في الشقة، هرجع لك ال1000 دولار. طبعا في الوقت ده شركة التقييم أقولها لكم بالدولار، كانت حوالي 400 دولار، 350 400 دولار في الحدود ديت، اللي هي مصاريف شركة التقييم في الوقت ده. أنا مش عارف الأيام دي كام بالظبط، لكن في الوقت اللي حصل كده من حوالي 4 شهور، 4 شهور بالظبط. فدفع الفلوس 400 دولار، وبعد ما دفع الفلوس وشفنا شركة التقييم، والله شركة التقييم كتبت في التقرير بتقول لا ننصح، يعني بما معناه بيعها صعب جدا أو لا تباع. يا ربي يا ربي. أو في حاجة كمان، إن هي ما تاخدش عليها قرض من البنك، يعني معنى كده الشقة فيها مشكلة كبيرة. فقال لي يا علي، قلت له شفت بقى، انك انت كنت هتشتري وتدفع نص تمن الشقة من غير ما تجيب شركة التقييم. قال لي خلاص مش هشتريها. قلت له طبعا ما تشتريهاش. قال لي نفس الكلمة ديت، قال لي سبحان الله. قال لي شكرا. قلت له عايز اقول لك على حاجة، قول الحمد لله انك خسرت 400 دولار بدل ما تخسر 65,000 دولار. قال لي طيب ايه الدرس اللي احنا ناخده من حاجة زي كده؟ الدرس انك انت ما تكونش مستعجل 100%. وفي حاجة كمان مهمة جدا متعلقة بينا احنا كبشر، اللي هي ايه؟ قلبنا. احنا ما نعرفش علم الغيب، لكن لو في قوة بصيرة عند كل انسان ويبعد قلبه عن الحقد والكراهية
والطاقة السلبية من الناس، ويحاول يتواصل أكتر مع اللي خلقه ربنا، في الحالة ديت قوة البصيرة هتزداد عنده. أنا سألت الراجل ده قلت له عندي سؤال، أنت لما شفت الشقة كنت عايز تشتريها ولا لأ؟ قال لي والله يا علي رحت قدام العمارة حوالي 5 6 مرات متردد. قلت له ليه متردد؟ قال لي من قلبي مش دي الشقة اللي أنا عايزها، لكن علي بيقول لي الشقة في السوق 80,000 دولار، فأنا بشتريها ب65,000 دولار، يعني أنا كسبان 15,000 دولار، لكن قلبي بيقول لي لأ، قلبي بيقول لي لأ. يبقى في الحالة ديت يا جماعة ما نسمعش كلام المنطق دايما، العقل، اسمع كلام القلب، لأن القلب في اتصال مع علم الغيب. لأننا بما إن العين لا ترى علم الغيب، فأنت لو توكلت على الله وسلمت أمرك لربنا وبقى بصيرتك بقت قوية، هتشوف هتحس باللي هيحصل في علم الغيب. يعني لو عملت حاجة زي لو اتعاملت مع الشخص ده ممكن يحصل لي مشكلة، ده علم الغيب. فأنت هيجي لك إحساس، قلبك هينقبض إنك أنت ما تعملش كده. فالمعلومات ديت يا جماعة اللي هي شرط من الشروط الشقة للأجانب في تركيا، شرط من شروط الأجانب في تركيا عند شراء الشقة. فرجاء وليس أمرا يا جماعة إنكم تعملوا شير، مشاركة للمعلومات للفيديو ده على جروبات الواتساب، لعل حد يستفاد بيها إن شاء الله. ولمزيد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.